السلام عليكم ورحمة الله. البطولة الوطنية لكرة القدم تعود من جديد. البطولة باش تلعب في هذا الأسبوع بلقاءات حاسمة. يتصدرها لقاء الملعب التونسي والترجي الرياضي التونسي في باردو. كذلك لقاء دربي الساحل هناك في المنستير، الاتحاد الرياضي المنستيري بيسموه يقابل النجم الرياضي الساحلي. لقاء كذلك النادي الإفريقي والنادي الرياضي الصفاقسي يوم الأحد في ملعب رادس. مباريات قوية جدا في نهاية هذا الأسبوع. بدأت الأمور في البطولة تسخن شوية. بدأ الجماهير الرياضة في تونس يعيشوا شوية تشويق في البطولة. البطولة إلى حد الآن ما ثماش واحد هارب على البقية، متقاربة. ترجي جرجيس يتقدم في الترتيب على البقية، يتبعوا النادي الإفريقي، الترجي، الملعب التونسي، وراه شويه تلقى الاتحاد الرياضي المنستيري والنادي الرياضي الصفاقسي كذلك. النجم الساحلي متاخر هذا الموسم هو صفاقس. شيء محير بالنسبه لزوج فرق هذوما. كذلك الاتحاد الرياضي المنستيري ما هياش بدايه العاده كما استانسنا بها. واليوم في الحلقه هذه باش نركز سبيسيال مو على لقاء الترجي الرياضي التونسي والملعب التونسي هناك في ملعب باردو. لقاء يبدو صعب للفريقين. بالنسبة للملعب التونسي هو لقاء ثأري للمباراة الفارطة اللي خسرها مع الترجي الرياضي التونسي. يعني جمهور البقلاوة يحسوا يعني لقاء ثأري باش يحط كل شيء. لازم الفريق نتاعو يحاول يربح الترجي، يحاول يرجع الخسارة نتاعو أمام المكشخة، لأنه الملعب التونسي في الحقيقة يستحق يعني بطولة أو كأس أو حتى لقب آخر كأس سوبر. في الموسم الفارط كان ممتاز، الموسم اللي قبله كان فاز بالكأس. يعني الملعب التونسي قرب برشا للفرق الكبرى، لأنه اللي هما كلاسيكية يعني في تونس نسموهم الترجي والصفاقس والنجم الرياضي الساحلي والنادي الإفريقي. الملعب التونسي يحب يقرب أكثر للفرق هذية، يحب يعزز المكانة نتاعو، انه فريق عريق في الحقيقه في تونس. دونك من حقه كونه الجماهير نتاعو طالبوا باش بالانتصار غدا في لقاء الترجي التونسي. يعني لقاء باش يكون قوي برشا، وعودنا الملعب التونسي على باش يلعب مع مباريات قويه مع الترجي وكذلك النادي الافريقي في مركب باردو. قبل كان فاز على النادي الافريقي، فاز قبل زاد على الترجي التونسي، يتذكروا اهداف اومارو. يعني ماهوش جديد كونه الملعب التونسي يفوز على الترجي في ملعب مركب الهادي النيفط هناك في باردو. دونك الامور بالنسبه له مركز برشا على الملعب التونسي. جاهزيه بدنيه، اللاعبين كل حاضرين حسب الاخبار، ماشي لاعبي غايب بالنسبه للملعب التونسي، كلهم حاضرين للمواجهه مع النجم مع الترجي الرياضي التونسي. بالنسبه للترجي الرياضي التونسي الاستعدادات كبيره. ماهر الكنزاري يعد العده عنده مده. الفريق ارتاح بعد العوده، رجعوا له الملاعبيه من المنتخب الوطني التونسي كما البليلي كذلك ينساس تدرب، ربما يكون حاضر. البقيه محمد امين بن حميده رجع، توجاي، الملاعبيه الاساسيين موجودين في التشكيله غدا. يعني والترجي يعني لهنا الجماهير نتاعو تحاسبه، لانه كان عمل دو فوبا، معناها البدايه كانت متعثره، والترجي بعدها رجع بزوز اهداف ولا زوز انتصارات، سامحونا، زوز انتصارات عزت المكان نتاعو في البطوله، نزل قريب للصداره. يعني عنده 8 نقاط صحبه الملعب التونسي. يعني هو يعني اللقاء هذا هو لقاء فك الشراكه بين الفريقين. كيف الجمهور الترجي يطالب غدا فريقه بالانتصار ولا شيء غير الانتصار. يعني في الاخر باش يكون لقاء حماسي جدا. هات نستعرضوا تشكيله الترجي المنتظره غدوه. في حراسه المرمى باش يكون البشير بن سعيد، على اليمين باش يكون بن علي لانه الوحيد هو توا الحاضر. كيتا نجم يكون، لكن مشكله الاجانب في الترجي، دونك بن علي باش ينطلق كاساسي على الجهه اليمنى. على اليسار محمد امين بن حميده، مش حتى شوى اخر اللي في ينجم يكون، لكن ربما في مباراة أخرى، لكن الماتش هذا صعيب برشا. محمد امين بن حميده أكثر تجربة. في وسط الدفاع باش يكون توغاي ولاعب الجزائري، ومعاه لاعبنا التونسي
اللي في المنتخب التونسي مهدي مرياح. في وسط الميدان باش يكون اونوتشي اوغبيلو اللي هو احسن لاعب في وسط ميدان الترجي. معاهم باش يكون ورقه، المشكله في الورقه هذه باش تكون بين حسام التقاء او الدربالي. درجه اقل عبد الرحمن كوناتي اللي مظلوم الحقيقه لانه عدد الاجانب لا يسمح، لذلك نجم نلقاو اكثر تقاء، يعني اوغبيلو معاه تقاء، ثم امامهم ينجم يكون يانساس او الجبالي حسب التركيبه، الاكثر الجبالي، ويانساس من بعد يخرج يشير اليمين وشير اليسار ياخذها البليلي. وفي الهجوم ما ثماش حل امام الترجي، الجبري في انتظار توقيع عقد مع لاعب جديد واللي ينتظروه مكشخين الكل، لانه الترجي يكثف في المفاوضات نتاعو مع برشا ملاعبيه من الخارج. حتى كان باش يجي لاعب اجنبي هكاك الترجي كان باش يحط اللاعب هذا في البطوله راهو باش يخسر مكان اخر، يا توغاي يا اوغبيلو يا يانساس يا البليلي. في الاحتياطي نجم ينطلق كوسيلة بوعالية لاعب شبيبة القبيل السابق، لازم يكون احتياطي، يا هو يا يانساسي باش يكون في التشكيله. يعني مباراه تبدو واعده، وهي اللي يربح الماتش هذايا ربما باش يقترب باش يكون في الترتيب الاول، ينجم يكون يكمل الجوله هذه في الترتيب الاول، هذا الى حسب نتائج الفرق الاخرى، لانه النادي الافريقي في لقاء يبدو ماهوش سهل باش يقابل النادي الرياضي الصفاقسي في رادس نهار الاحد. يعني منطقيا يربح الماتش هذايا ينجم يكون في المرتبه الاولى، وناتوندون اللقاء ولا الجوله اللي باش تستكمل في يوم الاحد ان شاء الله. ان شاء الله حد سعيد للفرق التونسيه الكل. تحيا الرياضه، تحيا تونس، سلام.